السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنة تانية ثانوي، إيه الأخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنبدأ نحل امتحان يونت 3. The minister praised the team's vision. كلمة praised هنا يعني أشاد. كلمة minister الوزير. فهنا بيقول لك إن الوزير أشاد ب the team's vision. كلمة vision يعني الرؤية. الوزير أشاد بالرؤية بتاعة الفريق. Here vision is synonymous. ليها معنى مع مين؟ الفيجن الرؤية ديت. هل هي foresight الرؤية أو وجهة نظره؟ ولا استراتيجي الاستراتيجية أو الطريقة؟ استراتيجية. passivity السلبية. omission جاية من كلمة deletion delete الحذف. ولا كرونيك؟ طبعا كرونيك ديت مع الأمراض بمعنى مزمن. طبعا هنا كلمة vision معناها لا إما foresight لا إما strategy. طيب السؤال الثاني. Her opinion is biased. كلمة biased عندنا في المنهج يعني منحاز، مش منصف بمعنى أصح. فرأيها كان منحاز لمصلحة شخص ما أو للمصلحة الثانية. In that sense biased. كلمة biased is antonymous. ليها مضاد مع مين؟ مضاد الشخص المتحيز. هل هو different مختلف؟ unbiased منصف أو عادل. equitable جاي من كلمة equity العدل. فequitable يعني عادل أو منصف. inequitable منحاز. costly يعني مكلف. طبعا كلمة biased يعني متحيز، عكسها الشخص اللي مش متحيز، الشخص العادل المنصف. unbiased and equitable. تعال نشوف أسئلة MCQ. وأول سؤال بيقول لك with clear milestone. clear milestones يعني وجهة نظر لها معالم. teams not goals on time. أهدافهم في الوقت المحدد. طيب إيه الرؤية اللي ليها معالم واضحة؟ طيب هل التيمز الفرق build بتبني أهداف؟ reach يصل إلى أهداف؟ receive يستقبل أهداف في الوقت المناسب؟ ولا grow ينمو؟ طبعا دام في goals يبقى في reach achieve وهكذا. انا reach goals in times بمعالم واضحه. الفرقه كان عندها مميزات انها توصل لاهدافها في الوقت الايه المناسب. طيب something is not too expensive. حاجه مش غاليه جدا، هي مش غاليه. هل الحاجه دي affordable سهله المنال ولا sustainable مستدام؟ universal عالمي؟ comprehensive شامل؟ ايه الحاجة اللي مش مكلفة؟ هي الحاجة affordable سهلة المنال. وهنا في تفريق بسيط ما بين كلمتين. كلمة اسمها affordable. كلمة affordable جاية من كلمة afford يمكن تحمله أو يتحمل. الكلمة الثانية اسمها available. وكلمة available يعني متاح. طب ايه الفرق ما بين متاح وسهل المنال او سهل الوصول اليه؟ طيب نتكلم بلغة الماني. الفلوس الحاجة السهل الوصول اليها كفلوس ممكن تشتريها، يبقى دي affordable سهلة الوصول كفلوس. طيب الحاجة دي لو متاحة إمكانية وصول غير الفلوس، المكان ده متاح إنك توصل له بسرعة، يبقى أنت هنا بتتكلم في available. يبقى لو في شيء أنت عايز تشتريه فالشيء ده موجود already، يبقى أنت هنا available. إنما لو أنت قادر بقى تشتريه يبقى كده affordable كإيه؟ الفلوس اللي في جيبك. She visited a doctor who said she had a nut disease. هي راحت تزور الدكتور، راح تكشف عند الدكتور اللي قال لها انها عندها مرض ايه؟ هل المرض ده مزمن؟ زي ما قلنا ان كلمة كرونيك يعني مزمن. affordable سهل الوصول اليه او سهل المنال. comprehensive المرض ده شامل. ولا fluent طلق؟ لا، المرض ده هيبقى كرونيك مزمن.
Research team are currently فريق البحث حاليا not the effects of pollution on wildlife في الحياة البرية. بيعملوا أبحاث عن الإفكتس نتائج التلوث على الحياة البرية. هل هم دلوقتي سكريننج بيفحصوا بيعملوا فحص، ولا benefiting بيستفيدوا من النتائج بتاعة التلوث على الحياة البرية، ولا guarantee يعني بيضمنوا النتائج؟ لا. هل signing up اللي هو التسجيل، هل هم بيسجلوا النتائج؟ لا. هم بيعملوا ايه؟ بيفحصوا نتائج التلوث. يبقى are currently screening. وليد wants better not to programming language courses. معلم وليد عاوز ايه؟ better كويس علشان ياخد الكورسز بتاعه البرمجه او لغات البرمجه. طبعا وليد عاوز coverage تغطيه، اكيد مش عايز تغطيه، عايز اكسس وصول كويس للكورسات بتاعته. اكسس يعني الوصول. هل هو عايز انفراستراكشر بنيه تحتيه؟ هل هو عايز انيشيتيف مش انتيتيف يا جماعه، انيشيتيف؟ هل هو عايز مبادره؟ لا، هو عايز وصول افضل، يبقى عاوز access better access. Zain wrote about his not for the future of education in Egypt. الواد زين كتب عن ايه للمستقبل بتاع التعليم في مصر. هل هو كتب بيلر ركيزه او دعامه، فاكسينيشن اللي هو اللقاح، فيجن كتب رؤيته، ولا كتب ايجنسي كتب وكاله؟ لا، هو كتب فيجن رؤيته للمستقبل التعليمي في مصر. The wedding party حفل الزفاف was not organized. It was fantastic. كان كويس. طيب ثواني كده. The wedding party حفل الزفاف كان ايه organized؟ كلمة organized يعني منظم. ولو جيت لأصلها هتلاقي إن أصل كلمة organized دي أصلا صفة adjective، بس هي جاية كتصريف ثالث. تمام؟ طيب أنا عايز أقول إن الحفل الزفاف ده كان منظم بطريقة رائعة. يبقى أنا الادجكتيف بتاعتي هتبقى compound، صفة مركبة. طيب الصفة المركبة دي بتتكون من إيه يا مستر؟ بتتكون من adverb زائد BB. دي عندنا في الإنجليزي اسمها compound adjective، صفات مركبة. تتكون من إيه؟ من ظرف بعده BB. طيب يبقى أنا دلوقتي هل محتاج good organized منظم بطريقة، أنا ما بقولش منظم جيد، أنا بقول لك منظم بطريقة جيدة. يبقى أنا هنا good جيد، better أفضل، well بطريقة جيدة ده ظرف، ولا best ده تفضيل؟ لا، إجابتنا هتبقى well organized منظم بطريقة رائعة. It was fantastic. تمام. My father has been working all day. سلام. بابا كان شغال طول اليوم وستيل شغال. He is not exhausted. طيب عشان اوضح بس حاجه، عندنا في الانجليش صفات عاديه simple والصفات بتبقى strong adjective. طيب السمبل والسترونج، السمبل يوصل للسترونج ازاي؟ يبقى سترونج ازاي؟ يبقى صفه قويه ازاي؟ لما بتحط شويه ظروف. لان انت عارف المفروض ان انت تبقى عارف ان، بص الشكل ده معايا، لو احنا حطينا هنا الفيرب اللي هو مين؟ الفعل. مين اللي يجي بعد الفعل؟ بنحط حاجه اسمها الادفيرب اللي هو مين؟ الظرف. مين اللي يجي بعد الظرف؟ هي الادجكتيف اللي هي مين؟ الصفه. طب مين اللي بيجي بعد الصفه؟ بنحط حاجه اسمها نون اللي هو الاسم. خليك معايا. يبقى انا دلوقتي عشان الاقي فعل، الفعل ده هو بيجي قبل الظرف.
فيقوم الظرف واصف الفعل. يبقى الظرف بيصف الظرف بيصف مين؟ الفعل. طب الظرف بيصف مين كمان؟ الظرف بيصف الصفة. طب الصفة تصف مين؟ قال لك الصفة بتصف الاسم. يبقى تاني، الصفات دايما بتصف الاسامي وبتيجي قبلهم. طب مين اللي يوصف الصفة ذات نفسها؟ الادفيرب اللي هو الظرف. يبقى الظرف بيصف الصفة. طب الظرف بيصف مين تاني؟ الظرف بيصف الفعل. بس ثواني، قال لك ان الفعل عندنا في الانجليش هو حاجتين: فعل stative verbs و dynamic verbs، اللي هو الاكشن فيرب نون اكشن فيرب. stative verb هو فعل غير حركي نون اكشن، او ممكن نقول عليه تقريري، فعل تقريري. طيب الدايناميك فيربس هي افعال بقى ايه؟ افعال حركيه، دايناميك فيها حركه. طب والافعال الحركيه ديت ايه؟ قال لك هي الافعال اللي احنا بنجيبها في استمرار. يعني ممكن اضيف لها اي ان جي يا مستر؟ ايوه. يعني انا عندي اكشن فيرب زي فعل اسمه درينك، ينفع اقول لك يا مستر درينكينج؟ ايوه، لانه فعل حركه درينك. طب انا لو قلت لك ايت ينفع يبقى ايتنج؟ ايوه. طب انا لو قلت لك ران فعل حركه اهوت، اكشن اهوت، ينفع يجي راننج؟ اقول لك ايوه يا سيدي، فعل دايناميك. طيب ايه الافعال بقى الستيتيف؟ قال لك من الافعال الستيتيف دي فعل اسمه look، فعل اسمه feel، فعل اسمه verb to be. طبعا افعال الملكيه لا تاتي في استمرار، يبقى افعال ستيتيف. ممكن نقول مثلا يتذوق taste، يشم smell. طيب في كتير. لو احنا قلنا بقى هل دول يا مستر هم ستيتيف بس؟ لا، هم دايناميك كمان. طب امتى؟ قال لك لوك والله لو انت شايفه ان هو بمعنى يبدو يبقى ده ستيتيف. لو انت لقيته بمعنى ينظر والله ده يبقى دايناميك. تفهمها من صياغه الجمله. لو انت لقيت فيل دهوت بمعنى يبدو او يعتقد او حاسس يبقى هو ستيتيف. طب فيل دهوت بمعنى يشعر يبقى هو دايناميك. طب لو لقيت فيرب تو بي يا مستر بمعنى يكون يبقى هو ستيتيف. طب لو هو دايناميك يبقى بمعنى يصبح. خلاصة الكلام اللي اتقال ده كله عايز اوصل لك ان الظرف بيصف الفعل الاساسي اللي هو انه الدايناميك. فعل دايناميك يا مستر انا اوصفه. طيب الصفة اللي بتصف الاسم بتصف مين كمان؟ قال لك والله هي بتصف فعل، بس فعل ايه؟ تقريري. سؤال: علي looked happy. حط لي هابي دهيت زي ما هي ولا تحولها لي هابلي؟ حط صفة ولا تحط ظرف؟ نرجع للسؤال. هتيجي تقول لي ثواني يا مستر، هو لوك ده مش ده فعل؟ يبقى طير على الظرف. بس ثواني، انا لسه قايل لك ان الفعل لو حركي طير على الظرف، الفعل لو تقريري هتطير على مين؟ هتطير على الصفة، انها هتطير على الظرف. طيب لوك هنا بمعنى يبدو. الواد يبدو سعيد ولا يبدو بسعادة؟ لا، هو يبدو سعيد. اجابتك هتبقى هابي. تمام؟ طيب نيجي بقى لشغل الصفات. عندي صفات شورت وعندي صفات اسمها سترونج، قوية. طيب الصفة الشورت ديت عشان تبقى قوية محتاجة شوية ظروف اسمها ظروف الايه؟ ظروف الدرجة. طيب ايه هي ظروف الدرجة في الانجليش؟ قال لك والله يا مستر ظروف الدرجة ديت هتبقى ممكن نديها واحدة فير جد، قليل a bit، وكمان قليل little.
كتير a lot، الى حد ما quite، بس خلي بالك من quite انها تي اي، والى حد ما تاني rather. ايوه يعني انا دلوقتي لو انا عايز اقول لك المكان دهوت الى حد ما كبير، هقول لك ها this place الى حد ما is ها quite big. خدت بالك من كلمه big؟ هي صفه ايه؟ قصيره. طيب الصفات السترونج بقى يا مستر، هي الصفه اللي ما ينفعش تحط لها very. زي ايه؟ بص معايا. اولا كده لو احنا عايزين نقول كلمه hot ساخن، السترونج بتاعها هو boiling. ما ينفعش تقول very boiling، بس ينفع تقول very hot. ثانيا كلمه cold بارد تبقى freezing. طيب كلمه old قديم تبقى ancient. طيب جديد new تبقى modern. طيب لو انا مستر tired تعبان يبقى انا exhausted. طب لو انا مستر funny مرح يبقى انا ايه؟ hilarious. طيب لو احنا يا مستر dirty متسخ يبقى السترونج بتاعها اسمه filthy. filthy. مروه او my father has been working all day he is exhausted. مستر دي انت لسه قايل انها صفه قويه من كلمه اسمها tired. هل ينفع هنا استخدم كويت اللي انا لسه قايل لك عليها؟ ينفع استخدم كويت؟ لا. طب ينفع استخدم كومبليت؟ لا، انا عايز ظرف يوصف الصفه، ظرف يوصف الصفه. طب هل ينفع اقول لك فيرلي الى حد ما؟ لا، ولا الى حد ما ولا الى حد ما ولا كومبليت. انا عايز اقول لك بشكل كامل يبقى كومبليتلي. يبقى الراجل ده كان كومبليتلي اكزوستد. تقول لي يا مستر هو انت ليه جبت كومبليتلي؟ اقول لك يا سيدي حاجه بسيطه بس، ان احنا لما كان عندنا كلمه ancient كان عندنا كلمه exhausted، كان عندنا filthy متسخ جدا، وكان عندنا hilarious، كان عندنا ancient، قرار التاني كان عندنا modern، كان عندنا boiling، freezing، كان عندي astonishing مذهل جاي من كلمه surprising. دي الصفات القويه دي كلها محتاجه ظروف معينه. ايه الظروف المعينه اللي بتيجي مع الصفات القويه؟ صفه قويه مين اللي يجي مع الصفات القويه؟ قال لك بص يا مستر عندك حاجه اسمها completely بالكامل، عندك حاجه اسمها totally بالكامل، عندك حاجه اسمها utterly بشكل كامل، عندك حاجه مهمه كمان اسمها absolutely. يبقى انا عشان اجيب صفه سترونج انت محتاج واحده في الاربعه دول. عشان اجيب الصفه العاديه صفات عاديه، هل ينفع الظروف دي استخدمها مع الصفه العاديه؟ قال لك لا، احنا لسه قايلين من شويه ان الظروف اسمها ظروف الدرجه اللي هي ايه تاني؟ كانت كان عندنا كوايت الى حد ما تساوي فيرلي، كان عندنا a bit، كان عندي little، كان عندي كمان very. دول يجوا مع ظروف او مع صفات عاديه اللي هي ظروف الدرجه. نرجع. مروه كان speak English. بنت مروه ممكن تتكلم speak انجليزي. نقط هير فريند اماني does زي ما البت اماني بتعمل. طب ثواني بقى، هو عايز ايه؟
هو عايز تساوي. طيب في التساوي يا مستر كان ايه؟ قال لك والله في التساوي ان احنا عندنا طريقتين في التساوي. اول طريقه في حاله التساوي، حاله التساوي دي كانت طريقتين. اول طريقه كانت عندنا هي as والصفه وas، او بدل الصفه تبقى adverb ظرف. يبقى as والصفه واز، as والظرف واز. طب الطريقه الثانيه كان اسمها يا مستر؟ كان اسمها the same زائد الاسم من الصفه. يعني اقول لك علا is as tall as منى. اللي عندنا هل مروه تقدر تتكلم انجليزي as good as بنفس جيد؟ يعني انا الفعل ده هو تسبيك، هل لما اجي بوصف الفعل بوصفه بصفه، ولا بوصف الفعل سبيك ببيتر افضل مقارنه، ولا بذا سيم جود صفه مع ذا سيم احنا عايزين النون، ولا as well as بطريقه جيده زي ما بتعمل البنت مين؟ البنت اماني. يبقى اماني ومروه الاثنين بيتكلموا انجلش بطريقه رائعه as well as. طيب السؤال اللي بعده دايركت شويه. دايركت ازاي؟ اول ما تلاقي النقط دي وبعد كوما يبقى انت عايز ظرف. خدها قاعده كده، ظرف. يعني يا مستر كان اصلها ايه؟ كان اصلها جمله بتقول لك it's surprising او it's strange. it's strange. طيب دلوقتي تقول لي يا مستر strangely ظرف؟ طبعا strange لا، stranger لا، ولا surprisingly؟ surprising out. يبقى انا هنا بشكل غريب، بغرابه، he wasn't nervous before the exam. هو ما كانش متعصب قبل الامتحان ازاي؟ ده غريب، حاجه غريبه. يبقى من الغرابه انه يبقى strangely ظرف. خدت surprisingly من المدهش لان surprising هنا صفه عايزه ظرف، يبقى surprisingly غلط. The film is not hilarious. دي انت تحلها سهله ديت. كلمه hilarious يعني لسه قايل لك عليها، جايه من كلمه funny. funny مضحك، hilarious مضحك جدا. طيب الفيلم كان ايه؟ hilarious we all love it. hilarious يا مستر صفه قويه ولا صفه عاديه؟ صفه قويه. مين الظروف اللي بتيجي مع الصفه القويه؟ very ظرف درجه لا، fairly بشكل ما او الى حد ما لا. هل تختار terribly بشكل فظيع؟ لا، انا عايز اقول لك بشكل كامل او بالطبع. يبقى انا عاوز absolutely. الرابعه بتاعت totally completely utterly. to make a post personal. لو انت عايز تخلي البوست بتاعك شخصي. writers often include their own note. الكتاب بتاعت المقالات بقى تمام بيكتبوا ايه؟ شخصي on. هل بيكتب on emails؟ بيكتب الايميل بتاعه عايز حاجه شخصيه بيكتب ايميله؟ حاجه شخصيه انا؟ لا. هل بيكتب opinions اراء؟ محتاج كلمه اسمها opinions. ما دام في personal حاجه شخصيه ليا يبقى في opinions، في اراء. طيب اخر سؤال في التشوز. using نقط in blog posts helps make points clearer and stronger. ايه اللي بيبقى في البلوج بوست اللي هي المدونه عبر الانترنت بيساعدك ان انت تعمل نقط اوضح واقوى؟ ايه اللي بيساعدك؟ هل الكالرز الالوان؟ هل ادفرتايزمنتس الاعلانات؟ اكزامبلز الامثله، الديتيلز تفاصيل طبعا اكزامبلز. ادريسز العناوين لا، اجابتنا تبقى اكزامبلز. طيب تعال نشوف القطعه بتاعتنا بتتكلم عن ايه. have been writing music for video games for nearly 15 years now. راجل بيقول لك انا بقالي 15 سنه بكتب الموسيقى او بالف الموسيقى بتاعت
العاب الفيديو، الجيمز بتاع الفيديو، لمده كام يا سيدي؟ 15 سنه لحد النهارده. الراجل بقى له 15 سنه ولسه مكمل. people outside the video، الناس خارج الفيديو جيم اندستري، اندستري يعني الصناعه. بيقول لك ان الناس اللي خارج الصناعه بتاعت العاب الفيديو are often عاده surprised to learn that، بيبقوا مندهشين ان هو يتعلم ان such a job، مثل هذه الوظيفه actually exists. يعني ايه يا جماعه بيكتب الاغاني او الموسيقى بتاعت العاب الفيديو؟ هي الالعاب بتاع البلاي ستيشن اللي احنا بنلعبها، او هي لعبه بنلعبها على البلاي ستيشن دي ليها اصلا حد مؤلفها وكاتبها؟ من المدهش سربرايز. but with video games، لكن مع العاب الفيديو becoming increasingly، بقت زياده العاب الفيديو ديت، بقت زياده popular، بقت مشهوره زياده. بيقول لك بقى لما العاب الفيديو دي بقت مشهوره زياده او بشكل كبير، having a successful career as a video game music composer، ان انت يبقى عندك successful career يعني مهنه ناجحه زي دي as a video game music composer، composer يعني مؤلف موسيقى، ان انت يبقى عندك شغلانه زي مؤلف موسيقى العاب الفيديو is now a realistic، كلمه realistic يعني حقيقي، حاجه حقيقيه. ambition، realistic ambition اللي هو شغف حقيقي، ان انت لو انت مؤلف موسيقى للفيديو جيم النهارده ده شغف حقيقي for many young people، للناس كتير شباب، ناس كتير شباب يتمنى ان هو يبقى مؤلف اغاني للفيديو جيمز او الموسيقى بتاع الفيديو جيمز. being a composer، كونك مؤلف is not easy، مش سهل. determination، العزيمه، الاصرار. is essential، عكس كده ان انت لما يبقى عندك عزيمه determination دي حاجه essential، مهمه، ضروريه، اساسيه. if you want to do well in this job، لو انت عايز تبقى كويس، لو انت عايز تبقى كويس في الشغلانه دي لازم يبقى عندك determination، عزيمه واصرار. I got into this career by accident، كلمه accident يعني حادثه، طب by accident يعني بالصدفه، by coincidence صدفه. دخل الكارير ده ازاي؟ قال لك بالصدفه. one day، يوم ما، بيحكي لك القصه بقى. my teacher offered me، عرض علي، مدرسي عرض علي. عرض عليك ايه يا سيدي؟ some work playing music on a recording، عمل ريكوردنج تسجيل، عاوز واحد يشغل له النغمه اللي بتبقى في الباك جراوند. يجيب مين؟ عرض على المعلم بتاعنا ده. she was making، المدرسه كانت عامله تسجيل عايزين له موسيقى. تعرف تعمل موسيقى ولا لا؟ I did the work، أنا عملت الشغلانة. and didn't think، ما فكرتش any more about it، عمري ما فكرت عنها، ما فكرتش زيادة عنها، خلاص ما كانتش من اهتماماتي. a few months later، بعد شهور عدت، بعد شهور، my sister was playing a video game، أختي كانت بتلعب فيديو جيم، لعبة كرتون at home في البيت. when I suddenly، لما فجأة recognized the music. ايه ده؟ ايه الموسيقى دي؟ الموسيقى دي انا عارفها كويس. and saw my name on the screen، ولقيت اسمي على الشاشه. ده ايه يا معلم؟ ده الميوزك اللي هو حاطه على الريكوردنج اللي المدرسه كانت طالبه منه. I knew then، بعدها عرفت that this could be a career، ممكن تبقى تدرج مهني، وظيفه. from that point on، من اليوم ده او من اللحظه دي او من الموقف ده، I tried to learn as much as possible، انا حاولت ان انا اتعلم بقدر الامكان. about all kinds of music، عن كل انواع الموسيقى. شفت الموضوع جه منين؟ by accident، بالصدفه. and I would recommend anyone، انا هوصي anyone considering becoming a composer to do the same، اي حد معتبر ان هو او عاوز يبقى كومبوزر، مؤلف،
to do the same، يعمل نفس الحاجه. طب يعمل ايه؟ يبقى عنده determination، يتعلم انواع كتيره عن الموسيقى. طيب I also realized how، انا ادركت كمان how beneficial، ايه قدر الاستفاده؟ قدر الاستفاده، كلمه beneficial جايه من كلمه benefit، يستفيد. It was to attend video game conferences. يبقى الراجل بيقول لك انا ادركت ان ايه قدر الاستفاده من ان انا attend، حضرت، ان انا احضر يعني الفيديو جيم كونفرنسز، مؤتمرات العاب الفيديو. To have plenty، كلمة plenty يعني وفرة. خلي بالك ان كلمة penalty يعني ضربة جزاء، الكورة ضربة جزاء. يبقى احنا عايزين plenty الوفرة. of self confidence، ان انت لما بتحضر المؤتمرات لازم يبقى عندك ثقة بالنفس كبيرة. self confidence ثقة بالنفس. because representatives اللي هم مين بقى؟ المذيعين، المراسلين، اعلاميين. from all the major video game companies، من كل companies يعني شركات العاب الفيديو الرئيسيه are there. يبقى مين اللي هناك؟ كل شركات العاب الفيديو حول العالم مراسلينهم او مذيعينهم موجودين في المؤتمرات ديت، مقدمين البرامج. the job it's just about having fun. يا سلام، الناس بتعتقد بس ان اللي بيحط الموسيقى ده بيبقى قاعد مرتاح البال مبسوط. but it's not always the case، مش دي بس الحالة. you spend a lot of time، قضي وقت كتير working alone، تشتغل لوحدك. عيوب بقى هنا disadvantages. so motivation التحفيز is a key aspect، هو جانب مهم، جانب ضروري to this career. لازم يبقى عندك ايه؟ لازم يبقى عندك determination motivation، عزيمة، إصرار، تحفيز. if you aren't the sort of person، لو انت مش نوع من انواع الاشخاص who can accept criticism، لو انت ما بتتقبلش الكريتيسيزم، جاي من الفعل criticize يعني النقد، لو انت مش من نوع الناس اللي بتعرف تتحمل النقد، then perhaps ربما this is not the job for you، مش دي الوظيفة بتاعتك. يعني امتى تبقى الوظيفة ديت it's not for you؟ لما تبقى ما بتتحملش can't afford criticism، تقدرش تتحمل الايه؟ النقد. طيب تعال نشوف بقى الأسئلة، جمعنا أفكار، تعال نشوف. طيب السؤال الأول الراجل بيكلمك عنه the main idea of the passages، الفكرة الرئيسية المهمة في القطعة دي. هل the history of music، هل ده تاريخ الموسيقى؟ how I became a music composer، احنا اتفقنا اتكلمنا عنها ان هو ازاي بقى music composer. how to play video games، ازاي تلعب فيديو جيمز؟ لا. when to play music، امتى تلعب الموسيقى؟ لا. انا اخترت علامه صح مش على الاجابه، على الفكره اللي اتذكرت. لو في فكره اشمل كنت اختارها. يبقى how I became a music composer، ازاي؟ طبعا كانت by accident. سؤال تاني the writer got into this career، الراجل ده دخل الكارير المهنه دي ازاي؟ هل by force، بالقوه، رغما عنه، accidentally، بالصدفه، purpose، عن قصد، كان قاصد يخش المهنه دي، ولا luckily، حسن الحظ او بالحظ؟ طبعا الراجل دخل المهنه ديت by accident، يبقى accidentally، بالصدفه. is the synonym of the underlined word determination، طبعا كلمه determination يعني العزيمه. هل prevention يعني الوقايه، prevention is better than cure، الوقايه خير من العلاج، الوقايه او المنع، يعني prevent يمنع. persistence الاصرار، hesitation تردد لما تبقى متردد، happiness السعاده. طبعا هو عايز synonyms معنى كلمه determination العزيمه، طبعا هي الاصرار persistence.
The antonym of the word beneficial. beneficial يعني مفيد. is harmful مضر. helpful مفيد. useful مفيد. careful حريص. مضاد beneficial الحاجة harmful مضرة. The writer would recommend هيوصي for anyone considering becoming a composer. كان هيوصي لك او يرشح لك ايه عشان تبقى مؤلف to ايه؟ هل بلاي فيديو جيمز؟ العب فيديو جيمز كتير؟ طب هل listen to music؟ اسمع موسيقى؟ look at the screen بص على الشاشة؟ ولا learn about all kinds of music؟ يبقى اتعلم عن كل انواع الموسيقى. according to the passage وفقا لي طبقا لي the text having a successful career as a video game music composer is ان انت تبقى ناجح في الكارير بتاع تأليف الموسيقى الالعاب الفيديو is a hard effort for young people هي شقة صعبة على الناس الصغيرة الشباب صعبة لا مش صعبة an interesting thing for old people الناس الكبيرة بتبقى interest شيقة لا realistic حقيقي جاي من كلمة real حقيقي realistic ambition طموح حقيقي for many young people صح هي دي الطموح. سؤال 7 if you aren't the sort of person who can accept criticism لو انت مش من نوعية او من نوع الناس اللي تقبل النقد انت ما بتقبلش النقد هل then perhaps this is not the job for you ممكن بعد كده دي ما تبقاش الوظيفة بتاعتك صح لانك ما بتتقبلش النقد. I think I probably have the best job in the world اعتقد ان انا غالبا كده او ربما هتبقى افضل وظيفة ليا لا. Your first or second piece of music won't necessarily be successful هل اول معزوفة ليك او اول تأليفة ليك مش هتبقى ناجحة السيستم مش بالضروري انها تبقى ناجحه ما قلناش كده. It can also be frustrating هيبقى محبط ليك لو انت بتتقبل النقد هيبقى محبط لا طبعا الاجابه هتبقى letter 1 is not. طيب one of the following is not mentioned حاجه في الاربعه دول ما اتذكرتش في الباسج. It's beneficial to attend the video games conferences مش مفيد لا احنا قلنا ان هو مفيد واتذكرت. It's useful to create your own website ما جبناش سيره الويب سايت ده نهائي. It's vital to have plenty of self-confidence لازم يبقى عندك ثقة بالنفس كافية. Motivation is a key aspect of this career اتكلمنا عن الموتيفيشن اتكلمنا عن السيلف كونفيدنس اتكلمنا عن الحاجة البنفيشال في conferences يبقى الإجابة هتبقى number أو letter B. It's useful to create your own website. طيب نشوف الترانسليشن. In truth في الحقيقة everyone has the potential كل واحد فينا عنده القدرة do amazing things إن هو يعمل أشياء مدهشة if they work hard to overcome their problems لو هو اشتغل كويس إن هو يتغلب على مشاكله. طيب هل في الحقيقة لدى الجميع everyone هم الجميع مش كل فرد be out القدرة على القيام بأشياء مذهلة amazing مذهل هل هي معقولة؟ لا أنا بقول لك مذهلة معنى حرفي فمعقولة out. If they work hard إذا ما عملوا ولا إذا ما تعلموا؟ هم ما تعلموش هم عملوا يبقى تعلموا out إجابتنا تبقى letter A. خطأ تعتقد أن المال هو المصدر الأساسي للسعادة في الحياة في قيمة المرء لا تقاس بمقدار المال الذي يملكه بل بحسن أخلاقه وتأثيره الإيجابي والخدمات التي يقدمها للمجتمع الذي يعيش فيه. خدنا نظرة كده على القطعة بتاعتنا أو على الجملة بتاعتنا. It's wrong to think that. It's wrong to thank. يشكر. See out. Think that. That إيه يا سيدي؟ المال هو المصدر الأساسي. That money is the main source. Money is the main source. تمام. Of إيه؟ للسعادة. Of happiness. Happiness. Happy سعيد. دي out. Source of happiness in life as the value of a person شخص ولا prison سجن. طبعا انت هنا في قيمة المرء لا تقاس بمقدار المال
قيمة مين؟ المرء، الإنسان. إجابتنا هتبقى letter B. إجابتنا الأولى letter A، إجابتنا الثانية letter B. تعال نشوف الريرايت. جايب لك كلمة probably يعني ربما، وجايب لك كلمة perhaps يعني ربما، وprobably ما تجيش في الأول. يبقى لما ندى will come first هتيجي الأول، يبقى الندى ديت مالها؟ ندى will probably يا سيدي come first. شلت حاجة جبت إيه؟ حاجة. طيب السؤال الثاني، عندك حاجة اسمها rarely نادرا. My wife almost never goes to weddings. الغالبية ما بتروحش. زوجتي ما بتروحش أفراح. almost never غالبا كده ما بتروحش خالص. طيب يبقى نادرا، يبقى لما اجي هتكلم هقول لك ان my wife، عندي ظرف وعندي فعل اساسي، ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاساسي، يبقى my wife rarely goes to weddings. واحد بقى ذكي تاني يقول لي يا مستر هو انا ينفع هنا؟ دي عايزه واحد ذكي. يقول لي يا مستر هو احنا هنا نعمل انفيرجن عادي؟ انفيرجن اللي هو انعكاس. طب الانعكاس ده يقدم لك ايه يا استاذ؟ هيقدم لنا الظرف الاول، وبعد كده هيئه سؤال، فعل مساعد، فاعل، وبعد كده الفعل الاساسي. يبقى الانفيرجن بيحول لك جمله الى اكن سؤال. طيب الانفيرجن هنا يتعمل ازاي يا مستر؟ مش انت هتستخدم ريرلي؟ لو احنا مسحنا دول كده، مش انت هتستخدم ريرلي؟ كلام سليم. يبقى انت دلوقتي rarely هتيجي في الاول rare، وبعد كده هاخد فعل مساعد من goes هيجيب لي does. يبقى rarely does mean my wife، وجوز تدينا فعل الاساسي منه اللي هو نرجعه لاصله، يبقى rarely does my wife go to wedding. يبقى انت لا اما تحط rarely ظرف في الجمله، لا اما تعمل لي inversion اللي هو انعكاس. او ممكن استخدم في السؤال ده، ممكن استخدم فيه hardly. يبقى hardly does my wife go to weddings، نفس الموضوع بتاع rarely. طيب نيجي لاسئله القصه ونشوف who was detective fix. مين هو المحقق فيكس ده؟ وصفناه في 5 كلمات. قلنا ان فيكس was an agent، هو وكيل of Scotland Yard، هو كان وكيل في السكوتلاند ايه؟ يارد. تاني do you think traveling without enjoying the scenery، انك تسافر من غير ما تستمتع بالمشاهد بتاع الطبيعه like fog is a waste، هل ده مضيعه؟ لو انت ما استمتعتش بالمناظر الطبيعيه explain. طبعا لازم تستمتع بالمناظر، يبقى yes. I think اعتقد in the real purpose الغرض الرئيسي the real purpose of the journey الغرض الرئيسي من الرحلة دي is to look around انك تفضل تبحث حواليك and appreciate انك تقدر the beauty of nature انك تقدر